يسعد مساكم. النهارده حلقه جديده من برنامجنا 5 سياسه، وهنتكلم فيها عن الاخبار اللي مولعه الدنيا. وهي ايه بقى؟ ان الرئيس السيسي والرئيس بوتين النهارده بيفتتحوا المرحله الرابعه من مفاعل الضبعه. طيب، عايزين بقى نقول لكم في الحلقه دي النهارده عن مين اول حد فكر في فكره المفاعل النووي داخل مصر وامتى. ومش بس كده، لا كمان مراحل التفكير عبر التاريخ كانت من امتى لامتى، والمفاعل ده هيفيد مصر في ايه. ده بالاضافه للمؤامرات اللي بدات من النهارده ضد مصر بسبب موضوع المفاعل النووي. خليكم معانا لاخر الحلقه عشان تعرفوا كل التفاصيل. أول واحد فكر إن يكون عندنا مفاعل نووي في مصر كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. فكر فيها إمتى؟ بعد حرب مصر وإسرائيل، وعمل مباحثات كتيرة جدا ولقاءات كتيرة جدا حوالين الموضوع ده، لكن للأسف كلها بقت بالفشل ولم ينفذ المشروع. وجي بعد كده الرئيس السادات وقرر إن هو يعمل المفاعل النووي في سيدي كرير، وده بالقرب من الساحل الشمالي. لكن القدر ما امهلهوش بعد كم الدراسات اللي حاول يعملها علشان خاطر ينفذ المشروع لحد سنه 86 لما حصل انفجار للمفاعل النووي في شيرنوبل. وهنا حصلت صوره ذهنيه سيئه جدا عن المفاعلات النوويه، وده اللي خلى السادات يتراجع. وبعد كده جه الرئيس مبارك قرر ان هو يعمل المفاعل بس في الضبعه، وبدأ يفكر في الموضوع. لكن الموضوع وقتها أثار جدل كبير جدا، وقالوا إن المنطقة بتاعة الضبعة دي الأهم والأحسن والأفضل ليها إن يتعمل فيها مشاريع استثمارية سياحية أحسن من إن يتعمل فيها مفاعل نووي، وتراجعوا عن الفكرة لحد ما جينا لسنة 2013 وأعلن فيها الرئيس عدلي منصور في احتفالات أكتوبر إن الدولة قررت إن هي تعمل المفاعل النووي في الضبعة، وبدأت في سحب الأراضي من المواطنين لحد ما جالنا السيسي سنة 2014. وعمل ايه بقى؟ هقول لكم. اعلن الرئيس السيسي سنة 2014 ان تم تخصيص 2300 فدان لوزارة الدفاع علشان خاطر تعمل فيها تجمعات عمرانية تعويضا عن الاراضي اللي تم سحبها من اهالي الضبعة علشان خاطر يتعمل فيها مشروع الضبعة للمفاعل النووي، وكمان علشان يسكن فيها المهندسين والعمال اللي بيشتغلوا في المحطة النووية. وبالفعل تم الاتفاق مع روسيا بان هي هتساعدنا سواء في البناء او في التأمين او في تدريب الكوادر او في ان هي تزود مصر بالطاقة النووية اللي تكفي لدورة كاملة لحياة المحطة اللي مقرر افتتاحها في عام 2028. وبالفعل من سنة 2017 لحد النهاردة كل ده روسيا بتساعد في البناء، وتم بناء 3 مفاعلات نووية داخل محطة الضبعة، والرابعة النهاردة بيتعمل لها الخرسانة بحضور الرئيس السيسي والرئيس بوتين. طيب، ايه فايدة المفاعل النووي لما يتعمل في مصر؟ هقول لكم. اول حاجه توفير الغاز الطبيعي، ومش بس كده، لا ده كمان توفير العمله الصعبه اللي احنا بنستخدمها في حرق الغاز الطبيعي عشان نولد كهرباء. لا كمان ده المفاعل النووي هيساعدنا على توفير الكهرباء وتوليدها بطريقه تنفع مع التنميه المستدامه وبطريقه تحافظ على البيئه. بس كده؟ لا طبعا مش بس كده، ده احنا كمان هيحصل ما بيننا وما بين اوروبا والسعوديه ودول الخليج وافريقيا ربط كهربائي. يعني هيبقى في ما بيننا وما بينهم في ربط كهرباء وتوريد للكهرباء كمان. ده بالاضافه لخلق فرص عمل كتيره جدا داخل مفاعل الضبعه، واللي بدات فعلا ب 4000 موظف وهتوصل ل 10000 موظف قريب جدا، وممكن تزيد الموضوع اكتر من كده. ودول اللي هيكونوا مسؤولين عن الصيانه وعن تشغيل ال4 مفاعلات اللي اتعملوا داخل محطه الضبعه. طبعا انتم متعودين ان احنا بنشوف الصحافه الاجنبيه قالت ايه عن اي حدث احنا بنقدمه. الغريب بقى المره دي ان لقينا ان في ندره في الموضوع ده، محدش عايز يتكلم عن فكره المفاعل النووي اللي بيتعمل في مصر الا كام كده جريده مثلا زي رويترز وبعض الجرايد اللي اتكلمت بنفس الصيغه اللي اتكلمت بيها الجرايد المصريه. فده كان بصراحه غريب بالنسبه لنا، وخاصه ان اسرائيل وامريكا
ولا جريدة فيهم ولا بريطانيا اتكلمت عن الموضوع او حتى اشارت ليه. لحد واحنا بندعبس كده لقينا ايه بقى؟ هقول لكم. لقينا المركز العربي واشنطن دي سي بيقول ايه؟ بيقول ان مصر وفقا لوثيقة استخباراتية امريكية تم تسريبها صنعت 40,000 صاروخ لروسيا في السر وبعتته لهم عشان تستخدمها في حربها ضد اوكرانيا. وبيقولوا ايه كمان بقى؟ بيقولوا ان مصر عملت ده علشان خاطر العلاقات اللي ما بينها وما بين روسيا، وخاصة بعد ما روسيا ساعدتها في عمل المفاعل النووي في الضبعة. وبالإضافة كمان إن روسيا هي اللي بتدي لمصر القمح اللي بتعمل بيه العيش للمواطنين، عشان كده مصر عملت الصواريخ دي وادتها لروسيا. لكن جون كيربي المتحدث الرسمي باسم الأمن القومي في البيت الأبيض قال إن الكلام ده مفيش صحة وإثبات عليه، لكن لو ثبت إن الكلام ده حقيقي هيعرض مصر إن هي هتقابل مشكلة ما بينها وما بين أمريكا، وخاصة إن أمريكا بتدي 1.3 مليار دولار لمصر مساعدات عسكرية كل سنة، فازاي ان هي تتحالف مع عدوها اللدود روسيا؟ ده بيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لنا ان هم مش قادرين يستوعبوا ان احنا بنعمل حاجة جديدة، وزي ما عودونا ان احنا كل ما بنيجي نعمل استثمار او بنعمل حاجة هتفيد البلد لازم يطلعوا بحبة اشاعات او حبة كلام يثير الجدل علشان خاطر يقولوا ان احنا ما بنعملش حاجة، او علشان خاطر يحطوا مسمار يدقوا عليه طول الوقت ويضرونا بافكارهم وبمخططاتهم الغريبة جدا اللي عايزة تقضي على مصر. شكرا ليكم ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامجنا 5 سياسة، واتمنى تكون الحلقة عجبتكم.